فيديو جديد، تيشيرت جديد، يلا بينا. جاهزين؟ طيب الفيديو النهارده هيمشي ازاي؟ هيبقى فيه اجابات لكل الاسئله اللي انتوا بعتوها، واللي ما جاوبتوش في الفيديو هنا هتلاقوني مجاوبه في كومنت. يلا بينا. اول سؤال، ايه هي حدود جرعه الحظ في هاري بوتر، وهل هي شيء مفتوح اكتر من اللازم وممكن تخرب العالم؟ فيليكس فيليسيز او جرعه الحظ هي ببساطه شديده ما بتعملش اي حاجه غير ان هي بتدي جرعه شجاعه زياده شويه للي بيستعملها، وطبعا استعمالها بشكل مفرط ممكن يسبب مشاكل كتير، فعلشان كده صناعتها صعبه ومش كل الناس بتعرف تعملها. لازم يبقى حد مخضرم اما زي سنيب او بروفيسور سلاغهورن، لكن هي كشيء بيقلب الموازين للاسف ده اعتقاد خاطئ. اللي بعد، بالنسبه لافلام فانتاستيك بيست، هل هي بريكول ولا سيكول؟ بريكول. طيب ليه غيروا جوني ديب اللي كان اسطوري في اول فيلمين؟ علشان المشاكل اللي مراته منها اللي عملتها فيه. My dog stepped on a bee. وهل في اجزاء تانية من الافلام او الكتب دي هتنزل تاني؟ كتب؟ لا. افلام؟ الله اعلم. هل ممكن تتكلم عن جيم اوف ثرونز او جون؟ بالنسبه لجيم اوف ثرونز هو زي ما بيقولوا كده قتل بحثا، ناس كتير قوي بتشتغل عليه وناس كتير قوي بتتكلم عنه، ولكن ممكن ان احنا نعمله بطريقتنا الخاصه زي ما بنعمل هنا، ان احنا ناخد الحاجات اللي محدش عارفها، الحاجات اللي المسلسل فوتها، ايه اللي ممكن نتوقعه في المسلسلات الجايه، وايه اللي الناس فاهماه غلط عن الشخصيات. بالنسبه لديون بصراحه انا هموت واتكلم عنه، لان انا عندي الروايات وحاولت اقراها، ولكن هي تعتبر زي حلم داخل سحابه مكونه من ابخره ممكن ارشح لكم قناه اسمها شيفت اكس، هي بالانجلش على يوتيوب، شارح كل حاجه بالتفصيل الممل جدا جدا جدا. اللي بعده، ليه جريندلفالد ما حاولش ان هو في السجن يعيد بناء قوته ويرجع للساحه واستسلم طواعيه بعد ما هزم؟ سؤال حلو جدا يا فاطمه. جريندلفالد على بال ما فولدمورت ابتدى ان هو يظهر كان عدى عليه 50 سنه، وكونه هزم من دامبلدور ده دمر اساسيات كل واي حاجه هو مؤمن بيها، ان هو رقم واحد واقوى واحد موجود. فبالتالي الحاجه الوحيده اللي عملها كنوع من ان هو يصلح غلطات الماضي هي ان فولدمورت لما حاول انه يعرف منه مكان الواند رفض يقول له. السؤال اللي بعده، ازاي دامبلدور بيقدر يتصدى لتعويذه افادا كادافرا من فولدمورت لما تقابله؟ افادا كادافرا ما بتتصدش، وفي نفس الوقت من شروطها ان هي لازم تيجي في جسم الشخص اللي مراد الاذى بيه بشكل مباشر، وبما ان مفيش دروع زي بروتيجو تقدر ان هي توقفها، فاي شيء مخلق بالسحر يقدر ان هو يوقفها، زي التماثيل اللي دامبلدور حركها قدام هاري علشان تمنعها عنه، وفي نفس الوقت الدرع اللي عمله دامبلدور بنفسه علشان يوقف وصول التعويذه ليه. فبالتالي هي لا تصد بتعويذه تانية، لكن شيء فيزيائي او مادي يقدر يوقفها على الاقل لغايه ما اللي وراها يقدر ان هو يهرب. سؤال بقى مختلف شويه، ايه هو سبب اختفاء سباردا في عالم ديفل ماي كراي، خاصه حسب ما فهمنا انه ما ماتش واختفى؟ ازاي شخص بالقوه دي يختفي بدون وجود اي اثر؟ في اللعبه بشكل عام مفيش اي حاجه تقول ان هو مات، اللي حصل ان هو يقال انه اختفى، او بمعنى ادق ممكن يكون اخفى نفسه. ليه؟ لان هو استنفذ جزء كبير من الاسنس او طاقه الحياه بتاعته ان هو يقفل البوابه اللي ما بين العوالم ويحبس عالم الديمونز. ممكن يكون اختفى بارادته او قوته ما تسمحش ان هو يرجع. سؤال كمان، انا في بدايه تختيمي لويتشر 3 وكنت عايز اعرف تفاصيل الحرب اللي في القاره، ولكن ده مزعج فمحتاجين نعرفه علشان الناس الجدد. انت بتحاول تجرجرني ان انا ارجع لذا ويتشر وانا بتلكك بصراحه. لو تلاحظوا نزل اخبار كتير عن الجيم الجديده وفيديو عنها والبوستر بتاع الكتاب الجديد وبرضه ما اتكلمتش عنه. بصراحه ذا ويتشر خدت كتير، عملنا فيها حوالي 50 فيديو او يزيد عن كده، بس عامه موضوع الحرب والسياسه اللي موجوده في عالم ذا ويتشر من كتر ما هي شبه السياسه اللي كانت موجوده في العصور الوسطى في العالم الطبيعي تعتبر رائعه ودراسه في حد ذاتها. لكن اوعدك لان انا مجهز فعلا سيناريو عن الموضوع ده كله وهنزله قريب. ايه تاني؟ ألان ويك، ياه ده حلم من احلامي ان انا اتكلم عن ألان ويك. كذا حد طلبوا مني ان انا ابتدي اتكلم عن العوالم اللي هي بتخص العاب ولكن تحس ان اللعبه فيلم او كتاب لوحدها، وده هيحصل سواء بقى عالم جاد اوف وور، ألان ويك، جيم اوف ثرونز بما ان في اكتر من لعبه نازلين لها قريب، وحاجات تانية كتير. ثم احنا لسه ما خلصناش اساسنز كريد. ايه اللي كان يحصل لو ليلي كانت بنت عيلة بلاك واخت نارسيسا الصغرى وبنت عم سيريوس وريجلس؟ الاجابه المختصره، شوف كل اللي احنا عارفينه عن ليلي بوتر واعكسه. ليلي بوتر من عيله خليطه الدم، لو هي جزء من عيله بلاك فبالتالي هي ساحره قويه وفي نفس الوقت هتكون من عائله نقيه الدم. وهنا هنخش في حاجه تانية مختلفه تماما، وهي هل الانسان باللي بيولد عليه ولا بيتربى عليه؟ خلينا نقول ان مثلا ليلي اقتنعت بكلامهم، هتبقى نسخه من نارسيسا ومن بقيه البنات اللي موجودين في العيله، هتتجوز واحد من عيله معروفه من ال 28 عيله اللي هم انقياء الدم، والموضوع هيكون خلص لغايه هنا. لكن برضه لو فضلت بنفس تفكيرها كليلي بوتر في الاغلب هتبقى قصه حياتها زي قصه حياه سيريوس وريجلس، يعني هتبقى متمرده على اللي بيعملوه ضد افكارهم، وفي الغالب برضه هتعيش حياه سيئه. لكن بما انها هي وابن عمها او اذا كان مثلا اخوها في القصه اللي هنتخيلها سيريوس، فنفس الطريق هيرميها في طريق جيمس بوتر، خاصه ان هي ثوريه زي سيريوس، فالقصه تعتبر هتعيد نفسها ولكن من النص مش من الاول. سؤال كمان، اوكي، اتكلمنا قبل كده عن ايه اللي هيحصل لو سيريوس بلاك ما ماتش وفضل عايش.
ممكن تتكلم ايه اللي ممكن يحصل لو ريموس لوبن فضل عايش. احنا كده دخلنا في حته انا ما حبيتهاش قوي لما بحثت وراها. ريموس لوبن بشكل عام ما كانش ليه خلفيه كبيره او ما كانش فيه ابعاد لافعاله كتير في القصه. اول حاجه كان هيقدر ان هو يربي ابنه اللي هو تادي، فلو تخيلنا مثلا ان كانت نيمفادورا تونكس عاشت هي كمان، فبالتالي اعتقد كانوا هيعيشوا حياه عاديه جدا، اب وام وابن. ولكن الفرق الوحيد اللي انا متخيله مثلا من وجهه نظري انه ممكن انه يبتدي يحاول يعمل فصول لتعويد الطلبه اللي ممكن يكونوا اتاثروا بالويرولفز قبل كده، يعلمهم ازاي ان هم يرجعوا للحياه كافراد صالحين في المجتمع، او انه يعلمهم ازاي يقدروا يتعاملوا مع الاثر النفسي للموضوع. لان ريموس كان محظوظ بوجود المرادرز اللي هم جيمس وسيريوس، طبعا هنتجاهل بيتر، هيكون مثلا مدرس لامور انصاف البشر او البشر المتحولين او البشر اللي عندهم قدرات، او مثلا كان هيبتدي ان هو يتكلم مع وزاره السحر انه يزود من الحقوق الممنوحه، زي مثلا مصاصين الدماء اللي بيتعاملوا معامله سيئه جدا، والوير وولفز او المذئوبين اللي بيتعاملوا معامله اسوأ واسوأ. فاعتقد ان دوره كان هيبقى سياسي اكتر وكان هيبقى متحدث اكتر، ده لو نيمفادورا تونكس فضلت عايشه. لكن لو كانت ماتت اعتقد ان الحزن اللي كان حاول يتخلص منه معاها هيرجع اضعاف مضاعفه، وبالتالي كان هينعكس على تيدي اللي احنا كلنا عارفين ان هو كبر وبقى ولد متزن نفسيا وما عندوش اي مشاكل نفسيه بسبب فقده لابوه او امه. هنرجع بقى لعالم اساسنز كريد. طيب ليه اتسيو رجع مونتيجريوني؟ رجع علشان كانت فيلا اوديتوري كانت اتدمرت، خاصه بعد ما هزم البورجيا، فتشيزاري بورجيا كان بيطارد كل الاساسنز اللي موجودين وطبعا على راسهم اتسيو، فبالتالي رجع على هناك علشان يطمن على عيلته وعلشان يحميهم. ودي كانت بدايه براذر هود، لان هي كانت بالفعل في الهلاوس اللي كان شافها ديزموند. ايه رايي في شاي كورماك؟ ما بحبوش، شخصيته مش عجباني، بناء الشخصيه صلب قوي، مش متقبل اللي حواليه، ولكن بقى مع الاساسنز وخلاص. لكن كاساسن هو عظيم، بيقدر يتعامل مع التطورات التكنولوجيه بشكل هايل. وعلى فكره انا بحب هيثم كينوي اكتر منه بكتير، على الاقل هيثم كان عنده اختيار، لكن شاي للاسف الشديد خدها من باب الانتقام، وده كان بسبب ان البراذر هود في الوقت دوت كانت للاسف ضعيفه جدا، فبالتالي ما كانش فيه ثقه في النظام، وهو كشخص غير متزن حس بده. ايه رايي في ارنو؟ ما بحبوش برضه. ولكن الجزء الثاني من سؤالك حلو، ليه ارنو ما حاولش يرجع للاخويه؟ خلينا افكرك بحاجه، الاخويه الفرنسيه كانت فاسده تماما من جوه، وهم كانوا ضعفاء، وبالتالي بيحاولوا يداروا على كل مشاكلهم بان هم يخرجوا اي شخص مجدد او مفكر او مش عاجبه طريقته. ارنو دي كانت كل الفكره اللي احنا كلنا ما ادركناهاش في الاول لمساله يونيتي، ان ارنو قرر ان هو رقم واحد يشتغل لحسابه مش لحساب حد، وفي نفس الوقت يضم معاه كل الناس اللي بتفكر بطريقته. خلي بالك احنا بنتكلم في المرحله اللي كانت حوالين الثوره الفرنسيه وصعود نابليون بونابرت، فبالتالي الناس كلها كانت عايزه تحس ان ليها قيمه، وارنو كان طول الوقت بيحسسوه ان هو ملوش قيمه وان هو فاسد، وده كان في اللعبه وفي نفس الوقت كان في الروايه اللي كانت على اسم اللعبه كان اسمها يونيتي. واخيرا الجزء الاخير من سؤالك بالنسبه لتشارلز دوريان، هو مفيش عنه اي حاجه، لان هو ولا موجود لا في القصه ولا موجود في اللعبه الا في المشهد الاول لما شاي كورماك تخلص منه، لكن نقدر نقول ان موته نفع اكتر من حياته. وهنا يكون انتهى الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش انستجرام، ولو ما كسل تشوف الفيديو هنا هتلاقيه على يوتيوب. سلام.